السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا سعاد ودي قناتي. لو أول مرة تشوفوني وعجبكم محتوى فيديوهاتي حطوا لايك واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصلكوا كل جديد بقدمه وتكونوا أول ناس بتشوفوه. النهاردة عندنا ايه؟ أولا قبل أي حاجة طبعا كل عام وحضراتكم بألف خير. اللهم بلغنا رمضان يا رب واحنا في أحسن حال. ربنا يعود علينا وعليكم الأيام دايما بخير ويجعل أيامنا كلها طيبة ودايما احنا وكل احبابنا بخير يا رب العالمين. النهارده بقى عندنا روتين جامد جدا، روتين الخميس من زمان جدا ما عملتوش معاكم. فالنهارده عندنا روتين بقى روتين الانجاز، يعني انجزت فيه حاجات كتير جدا فحبيت اشارككم معايا. قلت يمكن لعل وعسى حد يتشجع ويعمل زيي. فالنهارده عملت فرست رمضان العصير، عصير البرتقال، وعملت صلصه وعملت مربى الفراوله. هي ما كانش مقصوده بصراحه مربى فراوله خالص، بس الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. ماشي، بس اهم حاجه قلنا ان احنا هنرتب يومنا، نشوف احنا هنعمل ايه من الاول كده لحد ما نيجي ننام عشان نشوف انجزنا ولا ما انجزناش. فانا اول حاجه عملتها النهارده ان انا طبعا وديت البنات المدرسه والحاجات اللي احنا بنعملها الصبح دي، ورجعت جبت اللي انا عايزاه من السوق وجيت ومسحت الشقه والريسبشن واوضه البنات والبلكونه والسلم. يعني لا انجزت يا جماعه، سقفولي بقى. اول حاجه عملتها البلكونه كان شكلها مش حلو خالص بصراحه، فشلت التراب اللي عليها كله ومسحتها ومسحت الاحبال وسور البلكونه، والباب بتاع البلكونه نفضته كويس جدا، ما طلعش المكنسه الحقيقه. بس كنست كنس ومسحت بقى حوالين السجاد تمام. والسلم برضو نفس الموضوع، كنسته ومسحته، وعشان ده بيفضل يعني عليه مش الاسبوع، بيتمسح مرتين في الاسبوع. فدي الحاجه اللي انا بعملها يوم الخميس عشان يوم الجمعه ابقى رايقه كده في نفسي. ماشي، احنا دايما بنقول مع بعض ان احنا عندنا حاجات بنعملها كل يوم يوميه، وعندنا يعني روتين يومي، وعندنا روتين اسبوعي، وعندنا روتين شهري، وعندنا روتين سنوي كمان. تمام، فالروتين اليومي اللي هو حاجه انت بتصحي كل يوم بتعمليها، ترويق السراير، عندك حاجه هتتكنس كنس، غسيل الحمام، الحاجات دي. لكن الحاجات الاسبوعيه اللي هي زي اللي انا عملتها النهارده دي، ان انا كنست السجاد كله او شلت السجاد كله ومسحت وغيرت السراير كلها الملايات بتاعتها، وبتخشي على مطبخك تمسحي السلم، يعني ايا كان اللي بتعمليه كل اسبوع. فانا ده الروتين بتاعي بتاع الاسبوع كله. فخلصت بقى الحاجات الاهميات، يعني يعتبر بالنسبه لي دي اولويات، ان انا امسح وامسح السلم والنشير والغسيل والحوارات دي كلها، دي اولويات. بعد كده بقى دخلت على المطبخ بتاعي. ماشي، كنت جايبه برتقال معاكم من الفيديو اللي فات، يعني كنت جايبه حوالي 2 كيلو، قلت ان انا كل شويه هجيب عليهم 2 كيلو لحد ما اخلص الكميه اللي انا عايزاها. انا كملتهم 5 كيلو الحقيقه، ما بحتاجش اكتر من كده. وعندي طماطم، جبت طماطم، كنت عايزه طماطم للخضار عادي للسلطه يعني، بس الراجل اللي وزنهم لي كده الله يبارك له قال لي مش هتلاقي زيهم عشان هم تعبيه يعني. فلقيت الكيلو ب5 تعبيه، وقال لي ب6.5 نقاوه. قلت له لا وعلى ايه؟ هو قال لي والله حلوه وما فيهاش حاجه، والحقيقه انا جيت لقيتهم. من الحاجات اللي ما بحبهاش ابدا ان انا اعبي خضار او يعبي لي خضار، لان بحس نفسي ضحك عليا او ما اعرفش ليه. ما صدفتش معايا مره ابدا ان انا جبت خضار متعبي وطلع حلو غير المره دي، الحقيقه اول مره في حياتي. فالحقيقه طلعت الطماطم ناشفه وزي ما انتم شايفينها كده حلوه، وقلما تلاقي فيها حاجه صغنونه خالص، مش الحاجه اللي هي بايظه او الحاجات اللي انتوا عارفينها دي. تمام، فدول كانوا 4 كيلو، شلت منهم شويه للطبيخ وعملت الباقي صلصه عشان حرام ما يقعدش يبوظ عندي، ومش هتضر يعني عامه. البرتقال عندي حطيته في الحوض كده عشان اغسله، وبعد كده هعمله هقشره، بس هنشوف واحده واحده مع بعض. مسكت اول حاجه عندي الفراوله، والفراوله دي كانت قصتها وحشه جدا معايا. انا كنت جايبها من 3 ايام برضو على اساس ان انا هفرزها مع البرتقال لرمضان كعصير يعني، بس الحقيقه انا جبتها وحطيتها في الفريزر، كنت مستعجله ساعتها ونسيتها في التلاجة. يعني انا حطاها في التلاجة والله مش بره التلاجة، بس نسيتها. وفجأة كده جالي مشوار ورا التاني، وما فضلتش اعملها لمدة يومين لحد يوم الخميس اللي هو النهاردة. فلقيت نفسي خلاص يعني قلت اما ببص عليها كده لقيت يعني فيها كتير جدا بايظ، يعني دول كانوا 3 كيلو صفصفوا على 2 كيلو، فالحمد لله قدر الله ما شاء فعل. المهم ان انا قررت ان انا هعملها مربى، مش هعملها عصير. تمام، بس كده قلت مش هيضر، ومفيش حاجة يعني مفيش حاجة ما بتنفعش يعني.
فالشويه اللي زادوا دول انا حطيت عليهم، وهي الحله صغيره عليهم شويه، بس هي هيخسوا من السكر، هيخليها تنزل ميتها كتير فهتخس. بس برضو عملتها في حله اكبر منها شويه، وبعد كده نقلتها فيها. يعني حصل حوارات على بال ما وصلت لك لدرجه ان هي عملت على البوتاجاز. هتشوفوا معايا. المهم ان المربى بقول لكم بتحطوها في حله كبيره بالمره، تستحمل ان هي تعلى او تغلي براحتها. بس حطيت عليها السكر كده وسبتها شويه لحد ما اخلص الطماطم برضو هعملها ازاي. هعملها انا البصل غالي جدا اليومين دول، فقلت يمكن يرخص، مع ان انا سمعت من البياع بيقول ان هو هيوصل ل 25 جنيه. لو حاسه ان انت محتاجه ممكن تجيبي لك حتى 2 كيلو على الاقل يمسكوكوا لحد رمضان. المهم ان انا ما جبتش، فقلت هعملها من غير بصل ومن غير اي حاجه، ولما عاوزه احط لها بصل فهقطعها زي ما انتم شايفين كده تقطيع عادي عشوائي، وهحط لها يعني حوالي ربع كوبايه من الميه، وهحطها على النار تتسلق نص سلقه كده، تمام، عشان بس تبقى خفيفه على الخلاط ومنه تسهل عليا، تمام. بس كده هكمل بقى شويه الطماطم دول كلهم تقطيع. وبعد كده زي ما قلت لكم هنطلعها من الفريزر، هنحطها على البصله او التومه لو عايزاها للكشري، ايا كان اللي هتعمليها، فهتبقى سهله عليك ان شاء الله. قلنا ندور على الحاجات اللي بتسهل علينا الوقفه في المطبخ ونعملها سواء لرمضان او لغير رمضان، تمام. بس انا شلت منها للسلطه، وحطيت الباقي في الحله، وحطيت عليهم زي ما انتم شايفين كده حوالي ربع كوبايه من الميه، وشغلت عليها النار ووطيت عليها النار على الاخر، وسبتها تاخد وتدي بقى مع نفسها. هشيل الطماطم دي في الدرج، وبعد كده هاجي للي بعده. عندي قبل ما ابدا في البرتقال افتكرت ان انا عايزه اسلق الجزر. غسلت الجزر وغسلت البنجريه اللي عندي، يعني انا غسلهم كويس جدا بالليفه الجزر ده، فمش محتاج ان انا اقشره، فهقطع بس شويه. انا مش عايزه احط كتير على البرتقال جزر، يعني دول كمان طلعوا كتار وما حطيتهمش كلهم، لان احنا عايزين نبين طعم البرتقال عن الجزر، فما نكترش فيه قوي جزر او بنجره لدرجه ان هو في الاخر يبقى كله طعم الجزر. احنا عايزين طعم البرتقال الفريش، تمام. فانا بحب احط معايا جزر يا بنجر، والبنجر برضو نفس الموضوع، يعني هي شريحه واحده من اللي انا هقطعها دلوقتي دي هتكفي وتوفي الشفشق بتاع العصير، تمام، عشان برضو ما ننساش ان احنا بنشرب برتقال، تمام. وفي نفس الوقت يدي قيمه غذائيه، لان البنجر كله حديد، والعصير البرتقال فيتامين سي، فالاثنين بيخلوا الجسم يمتص الحديد كويس جدا، تمام. اي حاجه تعودي اي حاجه فيها فيتامين سي او فيها حديد، خدي معاها فيتامين سي عشان الجسم يمتصها بسهوله. هنا زي ما قلت لكم شايفين الفراوله كشت شويه، بس انا لسه ما ولعتش عليها برضو، بس ولعت على الطماطم وولعت على الجزر وولعت على البنجر جنبي لحد ما اخلص كميه البرتقال يكونوا هم استووا. تقشير البرتقال بقى اسهل طريقه واحسن طريقه هي الطريقه اللي انا بوريها لكم دي، تشققيها بس بالسكينه من كل جنب شويه، وبعد كده بتقشري زي ما انت شايفه كده بالظبط، اسهل طريقه على الاطلاق. تفريز البرتقال بقى هنفرز البرتقال ازاي؟ اسهل طريقه، يعني مش اسهل ولا حاجه، هم كلهم يعني بياخدوا وقت يعني ومجهود، بس الحلو فيها ان دي احسن طريقه عندي، ادتني نتيجه حلوه بصراحه. يعني انا جربت ان انا اعصره في العصاره، وجربت ان انا يعني اعمله كده واخلطه او اضربه في الخلاط واصفيه وبعد كده اشيله، وجربت ان انا اشيله زي ما هو، زي ما انا هعمل معاكم كده النهارده، فدي ادتني احسن نتيجه واحسن طعم كانك لسه عاملاه دلوقتي حالا. وفاكرين الفيديو اللي انا كنت عملت فيه اللي طلعت فيه من الفريزر اخر طبق كان موجود عندي من السنه اللي فاتت، وكان طعمه حلو جدا 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 كاني لسه جايباه. فعشان كده انا الطريقه دي هي اللي انا بعتمدها بصراحه، وقررت ان انا اعتمدها من هنا ورايح، وهي بصراحه بالنسبه لي مريحه يعني، تمام. هنا قشرت الكميه كلها بتاعه البرتقال، هبدا اعمل فيه ايه؟ هبدا اقطعه زي ما انتم شايفين كده، هقطعه بقى التقطيعه دي عشان اشوف البذر اللي فيه. انا اول واحده لقيت ما فيهاش بذر، قلت ايه ده، هو مش بلدي ولا ايه يا جدعان، انا ضحك عليا. وبعد كده لقيت التانية مليانه بذر، فاطمئن قلبي. بس كده بحاول بقى طبعا اشيل البذر كله، عشان البذر ده لو اتطحن في الخلاط او اتفرم في الخلاط هيخليها مره، هيخلي العصير بتاعك كله مر، فحرام ما تبوظيش الطبخه كلها على شويه بذر يعني. فنتعب شويه ونشيلهم عشان ما يتعبوناش بعد كده، وحرام ما يخلوكيش انتي تكرهي البرتقال. بس
وطبعا من الحاجات المفيده جدا والحاجات الحلوه جدا في رمضان العصاير الفريش. نبعد عن الحاجات البودر كلها يا جماعه، عشان دي كلها سميات. يعني ما تقوليش بقى التانج والحوارات دي كلها، لا مش صحيه ابدا ابدا. ولا العصاير كمان اللي بنجيبها من بره اللي هي الجاهزه برضو مش حلوة خالص ومليانة مواد حافظة. فنبعد بقدر الامكان ونحافظ على نفسنا ونحافظ على صحتنا وصحة اولادنا. بعد ما قطعتها زي ما انتم شايفين كده، انا جايبة الاطباق الفل دي. الاطباق دي رخيصة جدا، الواحد بنص جنيه، فبيخلي الشكل حلو، في نفس الوقت بينظم لك الفريزر بتاعك، بيخلي شكله حلو وبياخد حاجات اكتر او كميات اكبر، وفي نفس الوقت بيبقى منظم وبتخليكي اول ما بتعوزي الحاجة بتشديها وبتجيبيها وانت شايفاها فيها ايه. تمام. فانا بصراحه دي هي اللي يعني برتاح لها اكتر. والاكياس دي بجيب الكيس تلاجة عادي، بقسمه نصين وبعمل لكل نص في طبق. تمام. فعملت زي ما انتم شايفين كده، ظبطته على قد ما اقدر. ومش هحط في كله بنجر ولا هحط في كله جزر، يعني هحط 4 احطهم فيهم بنجر، والبنجر مش كتير زي ما انتم شايفين كده، احنا عايزين بس الفايده. تمام. والجزر هحط شويه جزر في كل واحد في 4 برضو، بس مش هحط الكميه دي كلها. وهسيب 2 من غير جزر ولا بنجر، عشان طبعا مش كل اللي بيحب الجزر والبنجر والحاجات دي. فهعمل 2 ساده يبقوا عصير برتقال بس، ما فيهمش اي حاجه. بس بمجرد ما انا بحطهم في الفريزر وبطلعهم بقى في الوقت اللي انا عايزاه، وبسيبهم بس يا دوبك نص ساعه بس يفكوا، وبحطهم في الخلاط عندي. بحط عليهم شويه سكر وشويه ميه وخلاص، على كده بيبقوا جاهزين، واصفيهم بالمصفى وبيبقوا احسن. عندي احسن عصير فريش كانك لسه عاملاه دلوقتي حالا او لسه عصراه دلوقتي حالا. ماشي. جيت عند الفراوله، انا بقول لكم ما تغطوهاش في الحله دي، يعني ما تغطوش حله المربى ابدا، ايا كان نوع المربى ما تغطوش عليها الغطا، لان بص هيعمل زي ما انا عمل عندي في البوتاجاز كده، فحرام عشان ما يبهدلكيش الدنيا. بتسيبيها مكشوفه وعشان البخار يروح كمان، وتوطي عليها. ودايما نلم الريم اللي بيبقى عليها من فوق ده، عشان ده لو سبتيه ونسيتيه هيبوظ المربى، وبالذات مربى الفراوله ومربى التين بيعمل حبيبات بيضه كده ما بتقدريش تتخلصي منها تاني. تمام. فاول باول كده بتخلص منها من على الوش عشان تبقى عندي نضيفه ورايقه كمان، ما تبقاش معكره. تمام. ورشت لها رشه ايه اسمها ايه، ملح ليمون بس عشان ماده حفظ. ماشي، ماده حفظ. والسكر طبعا عارفين كل كيلو في فراوله ليه كيلو الا ربع من السكر، او حسب درجه تسكير المربى. الفراوله دي بصراحه كانت عندي حلوه، فعشان كده ما احتاجتش عندي سكر كتير. كيس واحد للحبه دول. ضربتها بايه، بالمضرب اليدوي عشان يخليها مفرفته ومطحونه كويس. تمام. بس واسيبها تبرد شويه واعبيها في البطرمانات. الصلصه عندي الصلصه عندي كنت حطيتها في الخلاط بعد ما بردت شويه طبعا، وحطيت لها معلقه من الملح ومعلقه من السكر وشويه من الزيت بس عشان يحفظوها. الطريقه دي بقى في الصلصه ممكن تخليها بره التلاجة تقعد معاكي لمده سنه، مش هيحصل لها اي حاجه. اهم حاجه تبقى معقمه البطرمانات بتاعتك كويس، وغطا بتاعها صاج مش بلاستيك، وتحطيها سخنه وتكفي الغطا، تكفي البطرمان على وشه عشان يتعقم كله، وتسيبيها بره التلاجة بتقعد لحد مده سنه. تمام. بس ده روقت مطبخي طبعا، وغسلت المواعين وغسلت البوتاجاز بعد الهري اللي احنا هريناه ده كله. ودي كانت نتيجه اليوم بتاعي النهارده. بس كده لو وصلت معايا لحد هنا في الفيديو، اتمنى تكوني استفدتي منه ولو حاجه بسيطه. لو عجبك طبعا ما تنسيش تحطي لايك وتشتركي في القناه لو لسه ما اشتركتيش لحد دلوقتي، وتكتبي لي تعليق حلو زي كده يرفع من معنوياتي ويشجعني ان انا اعمل لكم فيديوهات اكتر واكتر. بس هنا اقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دمتم سالمين، دمتم مبسوطين، مع السلامه.